السلام عليكم. الفرايد تشيكن بقى او الفراخ المقرمشه احفظيها لرمضان عشان هتحتاجيها، حطيها ضمن المنيو بتاعك واكيد هتحتاجيها، واسهل من كده مش هتلاقيها. في البدايه كده يلا نصلي على خير الانام حبيب الرحمن ومسك الختام المصطفى عليه الصلاه والسلام. ويلا بينا على المقادير ونشوف طريقه التحضير، وما تنسيش تعملي اللايك والشير عشان باذن الله هتستفادي كتير. شايفين الفراخ تحفه ازاي، والكفر بتاعها جميل جدا جدا، لا هو كبير كتير قوي ولا هو خفيف، وما شاء الله الفراخ يعني تحفه جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا معايا فرختين بصراحه، كنت مطلعه الاول الاوراق بس بالنسبه لفرختين، وبعدين بصراحه رحت مزوده شويه وحطيت الصدور كمان في الاخر. تمام. دي كده بقى الفرخه طبعا بتقطعيها 8، قبلها بتجيبيها بتنضفيها وبتغسليها وبتنقعيها في محلول النقع اللي كلنا تقريبا حفظناه. تمام. اللي هي ربع كوبايه من السكر، ربع كوبايه من الملح، ورق لوري بقى حطيه، قرفه زي ما انت حابه، ايه تحطيه في الميه، شرايح من الليمون كده، تنقعيه ليله كامله، وبعدين تبتدي بقى ايه تشتغلي فيها. وبرده كده التتبيله تعمليها برده تسيبيها 3 ساعات او حتى تسيبيها برده ليله كامله زي ما انت حابه اعمليها. بس طبعا كل ما بتسفي التتبيله اكتر كل ما تبقى اجمل. معايا بصلتين كده بدات كده فرمتهم في الكبه فرمه كده، يعني خليتها ناعمه جدا. تمام. وبعدين حطيت على البصلتين طماطميتين عشان ينزلوا لي ميه كتير، بس واستخدمي البصل الابيض افضل عشان البصل الابيض بيبقى فيه ميه كتير. تمام. ابتدي كده ايه صفيهم، هاتي الميه بتاعتهم كده وانزلي عليهم بقى كده انا كان عندي لبن رايب، رب الصدفه والله. فالمهم ايه خدته وحطيته في الخليط دوت. ولما عنديش اللبن الرايب ممكن استغنى عنه، احط علبه زبادي. تمام. وهنا اللبن كان عباره عن كوبايه واحده بس، نزلتها على ميه البصل. ابتدي بقى انزلي بقى بهاراتك. البهارات دي عباره عن ايه هحط لك برده في صندوق الوصف. تمام. او هحطها لك في اول تعليق تحت. تمام. لو انت على الفيسبوك فانا هنزل لك المقادير كلها وما تقلقيش منها. عباره عن ايه توم باودر، بصل باودر. تمام. ملح وفلفل اسود، جنزبيل باودر. طبعا جنزبيل باودر انا ما بستغناش عنه عشان اي زفوره في الفراخ بيشيلها. تمام. فهي حلوه جدا للموضوع ده. يبقى وكمان بابريكا، وكمان معلقه من الكركم، معلقه كبيره من الكركم. تمام. ده بالنسبه للبهارات بتاعتي. هنا بقى جبت بقى الدقيق بقى اللي هبدر هنا، خلاص بقى شلت بقى التتبيله ديت. تعالي بقى نجهز الدقيق اللي هنبهر فيه الفراخ. تمام. عشان ايه يديني بقى القرمشه الحلوه دي. تمام. جبت بقى ايه 3 كوبايات من الدقيق كده، ونزلت عليهم بمعلقه كبيره من النشا. تمام. ونزلت عليها بنفس البهارات اللي حطيتها في التتبيله، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، معلقه هنا بقى زودت بس معلقه كاري. تمام. معلقه من الكركم. تمام. وشويه من الملح. تمام كده. بدات انزل بقى زي ما انتم شايفين كده، واحده واحده نزلت ايه ابدر فيها شويه. تمام. وبايديا اضغط عليها شويه بايديا. تمام. واشيلها واحطها في السائل، نفس السائل اللي كنت متبله فيه الفراخ. انا بس ازود له كوبايه من الميه. تمام. وما تقلقيش من السائل خالص ان هو يبقى زافر او حاجه، لانك انت اصلا هتبقى نقعاه قبلها بليله في ميه وسكر وملح، وكل الزفاره اللي في الفراخ راحت خالص. تمام. مع شرايح الليمون والبرتقال مثلا لو متاح عندك. تمام. فمش هيبقى فيه اي زفاره خالص. تمام. هنا بقى الفراخ اللي تبلتها اهي، اللي عدى ده يا جماعه صوص الريزو. تمام. هقول لكم عليه دلوقتي. بعتذر بس ان هو ما جاش كل المقادير اللي حاططها، بس انا هقول لكم عليه في نهايه الفيديو. هنا بقى لما نيجي نحمر الفراخ زي ما انت شايفه كده، الزيت بيبقى غزير، بيبقى مغطي الفراخ اللي هتحطيها. تمام. وبعد كده اول ما تلاقيه اتشمع ومسك نفسه، الدبوس مسك نفسه، او ايا كان اللي حطاه نفسه كويس كده، خلي النار على الوسط. تمام. يلا بقى بينا نعمل الرز. نزلت ب3 معالق من الزيت، عليهم معلقه من الزبده، ونزلت عليهم بمعلقه من السكر. تمام. تحسي الزيت بقى ايه يغير لونه بالشكل ده. نزلت عليه بالبصله يا جماعه اللي انا كنت ايه عصرتها وخدت ميتها. يبقى انا كده ما رميتش التفل البصل وعملت منه رز ريزو. تمام. هنزل عليه بايه بقى؟ هنزل عليه بالصوص بتاع اللي احنا عملناه دلوقتي، وقلت لكم هقول لكم عليه. عباره عن ايه؟ عباره عن معلقه كبيره من العسل الاسود او عسل نحل عادي. تمام. نص كوبايه من الكاتشب، توم باودر، بصل باودر، 3 معالق من الخل، وملح وفلفل اسود. بس ده صوص الريزو اللي هنزله. هاخد منه جزء للرز، والجزء الباقي هحطه في الاخر على الطبق كده. تمام. عندي تركيب بقى كده. ابتدي اقلبي كل دوت مع الصوص كده بالشكل دوت. تمام. وبعد كده ابتدي انزلي بالميه. كوبايتين الرز بياخدوا كوبايتين ونص ميه دلوقتي حسب الرز اللي عندك برضو، عشان كل واحد ايه يعني عارف الرز بتاعه بياخد قد ايه. تمام. عشان في رز يا جماعه بياخد كوبايه قدها كوبايه بالظبط، وفي رز بياخد كوبايه وربع، وفي رز بيحتاج زياده شويه.
تمام. فانت اكيد مجربه الرز بتاعك وعارفه انت هتحطي ايه. يا رب يكون الشرح بتاعي وافي. لايك وشير بقى اوعي تنسيه. مع السلامه.